ملف فتات رمضان بلش. هاي أول وصفة بسلسلة فتات رمضان. فتة المسخن سهلة كتير وطيبة وبتغني السفرة بشكلها وبطعمها، وأهم شي الصغار رح يحبوها قبل الكبار. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح شارككم طريقة تحضير فتة بطعم المسخن ولا أطيب من هيك، وخطوات بسيطة كتير. أول شي رح حمص الخبز. رح أخد الخبز العربي، وحبيت شارككم هالطريقة لقص الخبز لقيتها أسهل بكتير من السكين. رح استخدم مقص المطبخ. قص أول شي الرغيف لشرائح وبرجع بحطهم فوق بعضهم وبقطعهم لمربعات، وصدقا أسهل وأريح من السكين بكتير. حطيتهم بصينية الفرن وحطيت عليهم ملعقتين كبار من زيت الزيتون ورشة منيحة من السماق. قلبتهم مع بعضهم لحتى يتغلف كل الخبز بالزيت والسماق، ودخلتهم على الفرن وولعت لهم الشواية بس من فوق. وطبعا بتخلوا عينكم عليهم وكل شوي بتقلبون لحتى ياخدوا اللون الأشقر الحلو وأصح شوي من القلي، وخاصة إنه المسخن فيه كتير زيت زيتون. حطيت 3 كوب من زيت الزيتون بالطنجرة. حطيت عليهم 4 حبات من البصل مقطعين مربعات. أول شي نار عالية وتحريك مستمر لحتى يبلش يدبل البصل. وصح إنه زيت الزيتون كتير بهيدي الوصفة، بس هي مشهورة هيك وطيبة لأنها هيك، وما حدا يقول لي الزيت كتير ومش صحي وما بعرف شو. هيدي الأكلة مش كل يوم بناكلها، فنحن مش كل يوم عم ناكل هيدي الكمية من الزيت. وأنا بحبكن كتير وبحب قدم لكم أكلات طيبة لتنبسطوا فيها. وكنت سالقة من قبل كيلوغرام من فخاد الدجاج، نظفته من الجلد والعظم وضفته على البصل بس دبل، وضفت عليهم ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص ملعقة صغيرة من الكمون، ربع ملعقة من القرفة، وملعقة ونص كبار من السماق. طبعا الملح والحامض على ذوقكم، فأنتوا عدلوا كمية الملح والسماق مثل ما أنتوا بتفضلوا. وقلبتهم مع بعضهم شوي على نار متوسطة لحتى ياخدوا من بعضهم. وأكيد إذا بتحبوا الحامض كتير فيكم تحطوا عصير نص ليمونة حامضة، بس السماق كفى ووفى. ولنحضر اللبن للفتة. طبعا اللبن نفسه لكل الفتات. حطيت نص كيلوغرام من اللبن، عليهم 3 معالق كبار من الطحينية، حبتين من الثوم المهروس، ربع كوب من عصير الليمون الحامض، رشة من الملح، وأنا بحب ضيف عليها كإضافة اختيارية رشة من الفلفل الأسود، وأكيد إذا ما بتحبوا فيكم تستغنوا عنه. قلبتهم مع بعضهم، وطبعا بهالمرحلة عدلوا الملح على ذوقكم. وبهالبساطة مكونات فتتنا صاروا جاهزين. صدقوني من أسهل وأطيب الفتات يلي حضرتها. وللتقديم بالنسبة لإلي طبعا رأي خاص، ما بعرف إذا بتأيدوني فيه، ما حبيت حط الخبز تحت الدجاج حتى ما يطرى ويعجن، خاصة إنه رح نسكب الفتة ونحطها على الطاولة قبل بوقت من الأكل. حطيت المسخن، حطيت عليهم اللبن، رشة صغيرة من السماق، بقدونس، صفيت الخبز المحمص على داير الصحن. طبعا قدموها بالطريقة اللي انتو بتحبوها، وزينت الوجه بالرمان وبالمكسرات المحمصة. طبعا إذا بتحبوا تعملوا لها طشة السمنة اعملوها. أنا بما أنه فيها كتير زيت زيتون ما حبيت أني زيد على وجهها سمنة. وهيدي أول فتة بملف الفتات، وتابعوني بالفيديوهات الجاية تشوفوا وصفات بتناسب كل الأذواق، شي بلحمة وشي بدجاج وشي نباتي من دون ولا لحمة ولا دجاج. واكتبوا لي بالتعليقات إذا بتحبوا نتابع بهيك سلاسل أو نعمل هيك ملفات لأكلات بتنطبخ بأكتر من طريقة وبمكونات مختلفة. وأهم شيء إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك، وإذا بعد ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول ما مننزله. وخبرونا كمان من أي بلد عم بتتابعونا وأي فتة هي المفضلة عندكم، وألف صحة وهنا على قلبكم.